اللي بالغ في المراوغه الحقيقه وضاعت الفرصه. هجمه من الجانب اللي شغال حلو قوي الجانب اليمين، يعدي بمهاره انخيل دي ماريا. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب انخيل دي ماريا الارجنتيني، لمسه لاعب فنان، لمسه موهوب. شوف اللمه ازاي، بقول لحضراتكم الجنب اليمين اللي شغال وشغال ايه وشغال زي النار، وانخيل دي ماريا يسجل في الدقيقه 28 بمهاره. للتبديل كانوا طلبوه لكن ما تمش التبديل، استغلال النقص العددي بمهاره من جانب اللاعب انخيل دي ماريا. شوف لم اتنين في لعبه واحده، خد كورونا وخد فيرزا في هذه اللقطه وفي هذه المهاره الخاصه وحطها ايه بالشمال، رايحه رايحه رايحه. هو انخيل دي ماريا هو نجم اللقاء الاول بدون منازع، ليس للهدف ولكن لاصراره ورغبته الكبيره في التسجيل ويسجل. عامل جبهه يمين قويه قوي الحقيقه مع انخيل دي ماريا. ادي كريم بنزيما متحرك قوي، كريم بنزيما لانخيل دي ماريا. الكريم يا ولد على هجمه، جاريث بيل بقى يخلص 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 يخلص. هجمه حلوه هجمه حلوه حلوه حلوه، سلسله من التمريرات الرائعه من الفريق المدريدي من ريال مدريد. شوف لمسه حلوه جميله قوي، هات وكوك ولقوا بعض وكونتراو كمان كان مكمل، لكن جاريث بيل اخيرا. لكن يا سلام يا سلام يا بنزيما، التمريره حريريه واخيرا جاريث بيل بقى يكسر يعني حاله التفوق اللي كانت عند الحارس ستيفان ويسدد كوره تبقى الهدف الثاني في الدقيقه 53 بعد 8 دقائق من بدايه الشوط الثاني. الريال يسجل ويطمن على النتيجه بلا شيء. انخيل دي ماريا في الدقيقه 28 واللاعب بين في الدقيقه 53 ولمه حلوه قوي من اسكو. ما زال الريال يا ولد يا ولد يا ولد خلاص فتحت اسكو القادم من نادي مالاجا. الصفقه الكبيره قوي المهمه قوي اللي بيسجل هنا في هذه اللحظات الهدف الثامن ليه في الليجا هذا الموسم. سجل في بيتيس، سجل في بلباو هدفين، في ختافي، في الميريا، في اوساسونا، في مرمى إلتشي امامنا اهو. يعني بمهاره باقتدار حط الكوره بشكل رائع جدا اللاعب اسكو في هذه اللحظات. واوروبيا كما نعلم سجل 3 اهداف. واجد اكتر بنزيما مش موفق، ومراتا اللي نزل ما بقالوش حوالي 7-8 دقائق مكان جاريث بيل. يعني سلام على الكوره ايارا مندي شالها له حلوه قوي. والتسلل بقى هنا في اللقطه الماضيه، يعني هنا ضرب مسات التسلل، بيعملوا مسات التسلل على خط ال 18. ده فريق متواضع فكرا واداء امام طبعا لاعبي ونجوم ريال مدريد. ادي موراتا سجل اوروبيا في مرمى فريق نادي شالكي وسجل في الليجا الهدف السادس امامنا اهو. شوف موراتا سعيد ولازم يصفق له في هذا